اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل غدا مع بعض. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولايك حلو للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وتشيروا الفيديوهات بتاعتنا. واول ما تفتحوا الفيديو كده حطوا لايك حلو منكم وتعليق حلو من تعليقاتكم الحلوه اللي بتكتبوها بتفرح. اول حاجه معايا النهارده، معايا هنا بطايه دبحتها كده ونضفتها ونجعها في محلول نجع ميه وملح وسكر وطماطم وفلفل وليمون. ما بحطش خل في النجع بتاع الطيور خالص، ولا بحب انجع بيه اي طيور. فزي ما انتم شايفين نجعنا البطايه ونبدا نشتغل كده في الاكل بتاعنا النهارده. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا البصل، هنقشر حوالي 4 بصلات حلوين كبار كده زي ما انتم شايفين، 5 بصلات، وهنبشرهم على المبشرة بشر ناعم علشان احنا الاكلة بتاعتنا النهاردة هتكون ني في ني، مش هنسبك البصل، فعايزين البصلة تكون ناعمة معانا. على ما نبشر البصل كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد، ونحط لايك حلو للفيديو، ونشكر كل اخواتي المتابعين اللي دخلوا عندي الجداد، وكل المتابعين اللي كانوا موجودين عندي بشكرهم كلكم على راسي من فوق. وبشكر كل الجداد وكل التعليقات الحلوة اللي بتكتبوها، وربنا يا رب يديمكم نعمة وما نحرمش منكم ابدا. بصوا احنا بشرنا البصل، وبعد كده جبنا كمية طماطم محترمة هنفرمها بالهاند بلندر عشان عايزة الطماطم ناشفة وما فيهاش اي ميه خالص. لو هتفرميها في الخلاط برضو مش عايزه ميه، هتفرمي حبيتين 2 بس الاول، تمشي الخلاط وبعد كده تنزلي عليهم باقي الطماطم. دي لو عايزاها من غير ميه. فرمنا طماطم وبشرنا البصل. نخرط الخضار بتاعنا. بصوا شويه الخضار اللي انتوا شايفينهم دول كده ب15 جنيه، يعني بصوا يا دوبك كده، ايه حاجه بسيطه. هنزلهم على البصلايه، والفلفلايه دي المفروض ان انا كنت عايزه افرمها في الطماطم نسيتها، فهقطعها ناعم صغير كده على البصل والخضار، بس هقطعها بعد ما ادعك البصل والخضار بالتوابل علشان هي حارة جدا، بتعمل حرجان في ايدي. فزي ما انتم شايفين نزلنا بالكمون والكزبره وفلفل اسمر على البصل المبشور وعلى الخضار. اللهم صل على سيدنا محمد. ده رشة صغيرة كده من ال7 بهارات، بس جيت احط منها لقيتها حسيتها ان هي مكتلة كده، فلا مش حبيتها رميتها، وكان عندي حبة تانيين حلوين حطيتهم شوية كده من ال7 بهارات وكمون وكزبرة وفلفل اسمر. ودعاكي بقى الخضار بالبصلة بالتوابل وشم الريحة ما شاء الله عليها جميل. هنخرط الفلفلاية دي ناعم صغير، هي حراجة شوية علشان تخلي الاكل بتاعنا مشطشط كده وحلو. انا كنت عايزه افرمها في الطماطم بس نسيتها. غسلت الرز وجهزته زي ما انتم شايفين كده، وهنحط معلقه سمنه محترمه وشويه زيت، وهننزل بالرز بتاعنا نديله تقليبه، وبعد كده هننزل الطماطم ونظبط الملح ونعمل الخلطه بتاعه المحشي والممبار ني في ني، وتاكلي احلى محشي واحلى ممبار كده. هننزل كميه الرز اللي معانا، هنصفيها كويس، مش عايزين اي ميه خالص في الخلطه بتاعتنا. والخلطه ما شاء الله عليها تشوفوها كانت يعني زي المتسبكه. الطماطم بتاعتنا حمرا وعاملين كميه طماطم حلوه. هنجلب الخلطه دي كلها وهننزل باقي الرز، مش هنسيب حاجه، حرام مش بنرمي حاجه. وهنجلب كله زي ما انتم شايفينها كده. بصوا ما شاء الله عليها سكر. هاخد شويه الاول نحشي الممبار عشان مش نزفر الرز، عشان نشوف هنحشي محشي ايه النهارده. اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا شويه ميه يغلوا على النار، هنحط فيهم ملح وشويه زيت ونعصر فيهم ليمونه كده الابله سهر جابتها. وهنسلق شويه ورق عنب متفرزين، شويه ورق عنب كده سكر. هنعصر الليمونه عشان تدينا مزازه. وورق العنب زي ما انتم شايفين كده لفاف ورق زبده ابيض او ورق كراسه، اي ورق ابيض عندك حطيه، وبلفه في استريتش. بس صراحة يعني انا حابة اللي في الورق احسن من اللي ملفوف في اللي هو النايلون او الاستريتش ده كده. بصوا الورق اخضر زي ما هو وبيستوي وبيطلع طعمه ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هنجلبه متلج زي ما هو، نطلعه من الفريزر نحطه في المية ونقلبه على النواحي كلها كده ونظبطه. معانا هنا بصلايه كده دعكناها برضو بشوية فلفل اسمر وملح،
وهنتبل بيها البطة بتاعتنا، مصفياها وشطفها من محلول النجع ومخليها زي الفل. بس لقيت فيها شوية مية مستخبيين كده في الرجل، صفناهم وبعد كده تبلناها بالبصلة وبالفلفل اسمر وملح. يلا نقعد بقى نفرش كده ونقعد قاعدة عرب كده على الارض. نحشي المحشي بتاعنا. نحشي الممبار الاول زي ما انتم شايفين كده. الممبار ده اللي كنت منضفاه معاكم في الفيديو بتاع السمك اللي كان يوم السوق. كنت منضفه الممبار ده وحطيته في الفريزر وجينا عملناه يوم الجمعه. بصوا ده الحبل الطويل اللي كنت سبته برضه في الفيديو، اللي متابع معايا الفيديو وقلت هنحشيه مع بعض بطريقه حلوه. هي بصوا يعني تسالك كده، هو ممل شويه يعني، مش ممل يعني، بياخد وقت شويه بس في الاخر بيدينا شكل حلو والله. يعني ساعات ببقى قاعده كده مزاجي رايق عايزه استلك كده اعمل اي حاجه، فبعمله لما بكون بعمل الممبار بعمله بالطريقه دي، بعمل شويه كده. لا مش في مزاج للشغل ده وروجان كده، فبعمله زي ما انتم شايفين. بنحشي الممبار زي ما هو طويل، وبعد كده بنجيب فتله وبنربط البوز من الاول، وبتسيبي كل بين واحده وواحده شويه. بربط الطرف كده وبعد كده بسيب مسافة وبنعمل. انا كنت عايزة الف الخيط يعني، مش اقطع واربط كده، كنت عايزة الفه لفة واحدة. وزي ما انتم شايفين انا كنت عايزة الف الخيط على طول واعمل الكور بتاعتي، بس لقيتها لا هتكون متعبة. فبعد كده رجعت بدأت اقطع الخيط كل حتة على قدها واربط حتة بحتة. بتربطي وتسيبي مسافة صغيرة كده وتربطي تاني، وهكذا لحد لما بتخلصي زي ما انا بعمل كده. وبتسيبيه زي ما هو، بتحطي بيديكي شكل حلو يعني كأنك عاملة زلابية كده. وحتى لو عندك حد مش بيحب الممبار صغير ولا اطفال هيحبوها بالشكل ده كده. بصوا انا بسجل معاكم الفيديو. بنعمل شوية رز بلبن وبنجهز غدا، وبنعمل رز بنعمل حلو وبنجهز غدا كده. بعد ما هنخلص الممبار كده هنربطه كله، هننزله في الشوربه زي ما هو كده بالظبط. اهو زي ما انتم شايفينه عملناه كله، وبعد كده هننزله. هتشوفوه اول ما هينزل في الشوربه. بصوا بيعمل ازاي لما بينزل في الشوربه، بيعمل كور كده. ننزل اللبن بس على الرز كده واحنا بنسجل الفيديو بنعمل اكل، يعني المطبخ ورانا مش سايب. نزلت كل الممبار في الميه بعد ما غليت، وهنحط بصلايه وورق لورا وحبهان وفص مستكه ونحط فلفل اسمر ونظبط الممبار بتاعنا ونسيبه يستوي. وبعد كده هنكمل المحشي بتاعنا. دي البطايه ولعت عليها، هي حطيت لها طماطمايه وبصلايه ورق لورا حبهان والتحابيش بتاعت الشوربه اللي كلكم عارفينها دي. بعد كده هنحشي شويه تنجان وفلفل كنت جايباهم من الارض في الفيديو بتاع جمعان الباميه، وانا بجمع معاكم الباميه. كنت جايبه شويه الفلفل والبتنجان دول شفتوهم معايا في الفيديو. هنحشيهم مع الممبار وشويه ورق العنب كده ونعمل تشكيله محاشي حلوه اهو زي ما انتم شايفين. وجبنا البوتاجاز بتاعنا الصغير ده هنحطه نحط عليه المحشي، زودناه الشوربه وهنولع عليه على البابور الصغير ده كده. بعد كده هنلف شويه ورق العنب جهزنا الحله اللي هنحط فيها ورق العنب، فيها كام فص توم كده بشرحهم بالطول، و بصل فلفل طماطم شويه بهارات حبات قطعي بطاطسايه تحط شرايح ليمون. كل الحاجات دي بتبقى طعمه تحت المحشي. بصوا الورق ناعم زي الزبده. كنت شاريه من السوق ومفرزاه، ده كان نص كيلو لوحده كده، كان عجبني في السوق فجبت يومها كيلو نصين. كنت عملت نص والنص ده كنت فرزته في الفريزر. بس ورقاته ناعمه جميله. بصوا ما شاء الله عليها، يعني ماسكه في بعضيها من النعوميه بتاعتها.
الأبلة سهير كانت عايزة تحشي معايا، قعدت بقى تحشي معايا شوية، وعملت بقى المحشي اللي هو ايه شغل الاتيكيت شوية. جابت البلانشة وتحط تفرد عليها الورقة وتحط رز وتلفها وهي قاعدة كده. قلت لها ما عنديش مرارة وطولة بال اللي انت بتعمليه ده، جات انا هعمل وقت مع نفسك. فانا صراحة يعني بستسهل على ايدي كده، اسهل واسرع. بصوا المحشي زي ما انتم شايفين زودناه برضو، شلنا البتنجان كان غلي وكنت هديت عليه النار، حطيته على العين الصغيرة بتاعة القهوة على البوتاجاز، وحطيت محشي الورق العنب مكانه زي ما انتم شايفين كده. بصوا الممبار معانا جرب يعني دخل في السوا. شايفين اللي عملناها بالفتلة بيبقى شكلها ما شاء الله عليها، وما بتتحمر بيبقى شكلها تحفة. وده المحشي اهوت هديت عليه النار يا دوبك، يعني في ريحة شوربة صغيرة كده بيتردد بيها. وكمان دي البطاية خلاص جربت تستوي، وورق العنب بصوا اتفاجئت بقى بعد ما البطاية استوت، نسيت احط الجناصة والرجبة والكبدة والحاجات بتاعتها دي، نسيت احطها، فشيلتهم شطفتهم وشيلتهم في كيس في الفريزر. بعد ما خلصنا والاكل بتاعنا استوى، والبطة كان خلاص فاضل لها تكة وتطير من الحلة من كتر السوى. بصوا فصلت من بعضها، بس احنا بنحبها دايبه صراحه مستويه كده. وحمرنا الممبار زي ما انتم شايفين. بصوا زبده زبده كده، تاكلوه كانكم بتاكلوا زبده. واللي بيتعمل بيه ني في ني بيكون اطعم كمان من اللي بيتسبك له. بصوا زي ما انتم شايفين، انا لو هحشي كرنب ولا يعني محشي من اللي هو بيحب المحشي المتسبك ده جنب الممبار، كنت هحشيه يعني مضطرة ان انا اعمله من خلطة المحشي، بس عشان ورق العنب برضو بحب الخلطة ما بتكون ني في ني بتكون حلوة، والبتنجان والفلفل بحب الخلطة ني في ني برضو بيكون طعمه حلو. فعملت كله ني في ني النهاردة وحشينا الممبار. بصوا الحبل بتاع الممبار ده كده شكله تحفة. وبعد كده اول ما بيتحمر بتفصليه من بعضه بكل سهولة، والخيط بيطلع لوحده ولا كأنك عملتي اي حاجة خالص. غرفنا الاكل بتاعنا وشوربة البط مسكرة. بصوا الممبار عاملة زي الزلابية، والبتنجان بتاعنا كان سايح زي الزبدة، وورق العنب والاكل ما شاء الله عليه كان تحفة. بصوا ورق العنب انا مش برصه في الحله، ما بعمله في الطاجن في الفرن برصه، مش في الحله كده بنعكشه بزجله كده وزي ما تيجي يعني. ده كان شكل الاكل بتاعنا النهارده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد. وبكرر شكري لاخواتي المتابعين الجداد واللي بيكتبوا لي كومنتات حلوه، وكل اللي دخلوا عندي برحب بيهم وعلى راسي من فوق. وبشكر كل اللي معايا برضو موجود في القناة، كلكم على راسي من فوق. وما تنسوش اللايك والتعليق حلو منكم كده.